أعلن تضامني الكامل مع أخوتنا والأحب إلى قلوبنا أبناء الجنوب، أبناء عدن الذي بيعانوا من الحمى ومن الجوع. ما عاد ناقص في عدن إلا الجمال، وإنهم في فيلم الرسالة. الحمى والشمس والجوع والعطش والفقر والكفار، هؤلاء الذي بيحكموا الجنوب، حكومة الشعيرية، حكومة الشرعية، الذي عايشين في الفنادق، واحد في الرياض، واحد في تركيا، واحد في أمريكا، والاعتمادات والفلوس والمشاريع، وعيالهم في أوروبا. وأبناء عدن وأبناء الجنوب بيحرقوا من قوة الحمى. قالوا في عدن قد الحمم بيتساقط مشوي من قوة الحمى. يعني يا حكومة الشعيرية ما قدرتوا توفروا الكهرباء لأبناء عدن؟ حكومة الشرعية والنفط عندهم والبترول والغاز والثروات كلها في أيديهم، والسعودية كل شهرين تصرف لهم 15 مليار دولار. ما قدرتوا تولعوا عدن الذي إذا طفيت الكهرباء في عدن ماتوا مليون من قوة الحمى. ما قدرتوا توفروا لهم كهرباء، ما قدرتوا تولعوا محافظة. من مكنتونا خرجوا ثورة في صنعاء، خرجوا على الحوثيين. كما قد شفنا عدن نفس دبي، كما قد شفنا المناطق هذه نفس أوروبا، والرواتب بتصرف في تاريخ 28 بالدولار، والماء وكل شيء متوفر. نرجع نفكر. أما أخرجوا ثورة على الحوثيين، وإحنا بنشوف الوضع عندكم في الجنوب الذي الثروات في أيديكم، ما قدرتوا تفعلوا للشعب الذي أنتم مسؤولين عليه أي حتى كهرباء، حتى الماء مقطوع، حتى الرواتب ما بتصرفوهاش، والثروات عندكم وبيقع لكم دعم، لأنكم على أساس أنكم الشرعية بيقع لكم دعم من كل الدول بيدعموكم، ولا وفروا للشعب أي خدمة. هؤلاء هم حكومة الفنادق الذي بيحكموا عن بعد، حتى ما قد اجتمعوش من أجل يحلوا وضع الشعب. بيجتمعوا في الفيسبوك، بيفعلوا بث مباشر، لو ما يجتمعوا بث مباشر في التيك توك. حكومة تجتمع في التيك توك ويتكلموا ويحاولوا يحلوا وضع الشعب في التيك توك، ويتكلموا إذا تحمسوا كبسوا شيروا وطلبوا. والله ايش من حكومة هذه؟